السلام عليكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ كل عام وانتم بخير. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل حاجه جديده من مخبوزات العيد. هعمل لكم الغريبه الدايبه. اول حاجه زي ما انتم شايفين هنجيب معانا كوبايه سكر بودره، كوبايه سمنه، باكو فانيليا، كوبايتين دقيق، او انا بجيب نص كيلو دقيق وهحط منه على قد الكميه اللي انا عايزاها. ماشي يا حبايبي. وكيس فانيليا بالبرتقال. لأول مرة وحصري على قناة بنت العمدة أم يوسف هنعمل غريبة بطعم البرتقال. قبل كده من 4 شهور عملت لكم الغريبة بالشوكولاتة، لأول مرة برضو حد يعمل الغريبة بالشوكولاتة، والنهاردة هعمل لكم الغريبة بالبرتقال. زي ما انتوا شايفين جبنا طبق، فضينا السكر البودرة وعليه السمنة، هنضربهم كويس، ندوبهم لحد السكر ما يدوب تماما ويبقى قوامهم فوم كده، وعليهم كيس الفانيليا وندوبهم كويس. والسمنة تبقى صفرة عادي، يعني مش لازم تكون بيضة. احنا بنستحب ان احنا نستخدم السمنة البيضة مع الفانيليا، لكن لو هتستخدمي الفانيليا البرتقال عادي نستخدم السمنة الصفرة، مفيش مشكلة، لان كده كده بيبقى لونها اغمق سنة من الغريبة الفانيليا البيضة. بس يا حبايبي هنقلب السكر والسمنة لحد ما يمتزجوا مع بعض ويدوبوا تماما. هو عشان السكر بودرة مجرد ما انت تقلبي فيه شوية بتحس ان هو خلاص امتزج مع السمنة. شايفين بقى القوام ده؟ بقى قوامها كريمي. بعدين هنضيف عليها الدقيق شوية شوية لحد ما توصل للقوام اللي احنا عايزينه. يعني بيبقى قوامها مفتفت شوية كده، بس لما تمسكيهم تدمجيهم مع بعض كده بيكونوا عجين. بس هي شايفينها، وعجيني بالراحة عشان ما الدقيق ما يطرطش ويملى يملى المكان. يعني انا بتخنق اوي لما اكون بعمل مخبوزات ويفضل الدقيق يتنطور كده وكده، يملى المكان يعني اللي بنصور فيه. وطبعا الدقيق ده يكون منخول، لازم تنخليه عشان يبقى فيه هواء. العجينة وصلت للقوام ده، شايفة عاملة زي الرملة المندية كده، بس ماسكة نفسها شوية. تجربي كده، شايفة جميلة جميلة. يعني العجينة ولا هي بتلزق في ايدك ولا هي ماسكة في الطبق، العجينة ماسكة نفسها شوية. وتبتدي تشكليها وترصيها في الصاج، وتجيبي الصاج طبعا مغسول ونضيف، يعني ما يكونش مبلول او مندي، الصاج يبقى ناشف تماما وما تدهنوش سمنة، لان هي فيها كمية سمنة كتيرة فما بتلزقش في الطبق ولا ما بتلزقش في الصاج يعني. هي امارات شايفين. وبعدين تشكليها بقى واحدة واحدة لحد ما تخلصي كل العجينة اللي عندك. ان شاء الله ده اول فيديو من مخبوزات العيد. ان شاء الله هنعمل البسكوت ونعمل البيتي فور ونعمل الكحك. شوفوا انتوا عايزين مخبوزات ايه، اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله هننفذها مع بعض كلها. وجربوا الغريبة بطعم البرتقال وقولوا لي. يعني انا جربت الفانيليا دي، يعني عملت بيها الكيكة طلع طعمها تحفة، فقلت ايه المانع ان احنا نجربها في الغريبة ونشوف طعمها ايه. وطلع طعمها فعلا رائع ولا اجمل.
تمام يا حبايبي. يعني احنا طول ما احنا ماشيين بالطريقة التقليدية او النمطية يعني مفيش جديد، بس اما تجربي حاجة جديدة مختلفة يعني بتحسي ان انت عملتي حاجة تحفة. يعني جربيها، يعني اعملي مقدار كوباية سمنة وكوباية سكر وكيس فانيليا وكوبايتين دقيق، اعمليها بالفانيليا العادية في صاج، هيطلعوا صاج. يعني المقدار ده بيملى الصاج الكبير ده، الصاج ده اللي هو 40 في 60. ماشي. وجربي اعمليها بردك مقدار كوباية سمنة كوباية سكر وكوبايتين دقيق وكيس فانيليا بالبرتقال، واعمليها مقدار بالبرتقال، يبقى عندك شكلين. برضو تقدري تجيبي المقدار التالت، تعملي كوباية سمنة كوباية سكر وكوبايتين دقيق، وخدي جزء من العجينة وضيفي عليه 3 معالق كاكاو واعمليها. يعني اعجني جزء من العجينة بالكاكاو وضيفي عليه معلقة سمنة وشكليها، هيبقى عندك جزء بالكاكاو وجزء بالفانيليا العادية او بالبرتقال. شكلي واعملي لولادك الحاجة اللي بيحبوها. هو ده عامة، يعني الأطفال دايما بيحبوا الحاجة اللي بالشوكولاتة. وده شكلها في الفرن، بس أنا المرة دي يعني عملتها قريبة عادية خالص لأنها بطعم البرتقال، فما حبيتش أضيف فيها كاكاو أو شوكولاتة أو حاجة تانية. هي كفاية قوي عليها طعم البرتقال. كده بعد ما خلصناها تشكيل، ولعت الفرن سخنت لمدة 5 دقايق. يعني احنا دايما بنعمل الفرن بنولعها قبل ما نحط المخبوزات ب10 دقايق، لا المرة دي عملتها 5 دقايق او 6 دقايق بالظبط. سخنت، دخلت الصاج حطيته فيها، يعني سبتها حوالي بالظبط 10 دقايق، وفتحت عليها زي ما انتوا شفتوا في اللقطة اللي فاتت، لقيتها نفشت وابتدت تلون من تحت. ترفعي كده بالمعلقة وتشوفي شكلها من تحت بيبقى لونها ذهبي كده حلو، خلاص تطفي عليها وتخرجيها من الفرن. هي ما بتاخدش 10 دقايق، يعني 12 دقيقة مثلا بالظبط، لو انت عايزة القعرة بتاعتها لونها اورنج كده. وادي النتيجة زي ما انتوا شايفين، طلعناها من الفرن. عفوا معلش، نزلات البرد الايام دي كل الناس بتكح، مش عارفة في ايه. زي ما انتوا شايفين شكلها، طلعتها هديت من السخونة ورصيتها على الورقة دي، كانت عندي بتاعت تورتاية، فقلت نحطها عليها كده نرصها تعمل شكل جمالي، عشان ما يجيش حد يقولك ده شارياها جاهزة. انتوا شايفين من البداية عاملينها خطوة خطوة مع بعض. ايه هي امارات. تمام يا حبايبي، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك في قناتي بنت العمدة ام يوسف، وتكتبوا لي تعليق حلو منكم. تسلم ايدك يا ام يوسف، وما تنسوش اللايك الحلو منكم. وكل عام وانتم بألف خير، وعيد سعيد ان شاء الله علينا وعليكم، ورمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين وبألف صحة وهنا. اكتبولي في التعليقات عايزين نعمل ايه مخبوزات، وانا ان شاء الله هنفذها لكم كلها، مش هزعلكم خالص. وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب، ويخلي لكم اولادكم ويبارك لكم في رزقكم وفي صحتكم يا رب. شايفين شكلها طالع ازاي؟ والله يعني انا عاملاها قبل السحور، يعني على الساعة 2 كده بالليل. قلت لازم اعمل اي فيديو اصوره لكم، عشان بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات. يلا والحمد لله رب العالمين. بس طلعت حلوة زي ما انتوا شايفين كده، بس لما تجربوها وتذوقوا طعمها هتعرفوا اكتر. السلام عليكم ورحمة الله.